والفرق بينكم انتم الاتنين كضحية ونرجسي ان الضحية اختارت انها ما تكونش شريرة ولا مؤذية لحد، وانها بتتحمل الاذى من اي حد، والنرجسي بيكون اختار ان هو يخدع نفسه ويرفض ضعفه ومشاعره السلبية اللي بيحسها، ويخدع نفسه ان هو احسن من اي حد، فبالتالي احسن من الضحية. وبيختار ان هو يأذي اي حد يجي في طريقه، علشان بيحاول بالشكل ده ان هو يحمي نفسه من الأذى، فبيبدأ يأذي هو الناس. وبالتالي انت بيكون عندك مساحة من فهم اللخبطة والمشكلة اللي عندك، فبتحاولي تصلحيها. اما هو بيضيع على نفسه فرصة الرجوع والاعتراف بالخطأ واصلاح ذاته، ده حتى ما بيقدرش يحس بمشاعره السلبية ولا يخرجها او يرتاح ان هو يفضفض ويخرجها ويرتاح منها، فبيفضل متعذب. اما انت بيكون عندك الفرصة انك انت تخرجي مشاعرك السلبية دي، تعيطي وتفضفضي وترتاحي منها. وزي ما قلنا، بتبداي تدوري انك انت تصلحي الغلط اللي عندك ده ازاي طالما اعترفتي بيه. كمان من ضمن عواقب الشعور بالعار اللي مترسخ من الطفولة ده، انك بعد ما بتكرهي نفسك كمان بتبعدي